السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على عيونكم، مساء الورد ومساء الياسمين على احلى عيون. انا دلوقتي الساعة دلوقتي هي عدت 11. انا لسه عاملة الفيديو ده حالا دلوقتي، قاعدة كده مش لاقي حاجة اعملها. كنت جايبة كيلو البطاطا ده ب5 جنيه، مش هتصدقوا ان هو ب5 جنيه. عمل صينية بطاطا تحفة. انا هنا جبت البطاطا قشرتها وقطعتها، حطيت لها يا دوبك مية كده ان هي تسويها بس. وهنا حطيت ربع كوبايه سكر، ممكن ما تحطهاش خالص كوبايه السكر دي، وسبتها تتسلق. وهنا هنجيب كوبايه الا ربع سكر وهنحطها هنا على الطاسه كده من غير اي حاجه. هنعمل الكراميل عشان احنا ده محتاجينه خلاص. بس هنا يعني بصوا، يعني هي ازيد من كوبايه الا ربع، بس انتوا ما تيجوا تعملوا على الكيلو اعملوا كوبايه الا ربع بالظبط، عشان هي كانت مسكره شويه زياده. بس كده وخلاص. انا هسيبها لحد ما تاخد. طبعا انتوا عارفين اللي بتكرملوا السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما تقلبوش ولا اي حاجه، هو هياخد كده مع نفسه ويسيح. طبعا انا كنت محضره الطاسه اللي انا هعمل فيها. ادهنيها زيت. ليه تدهنيها زيت؟ عشان لو انت حابه تقلبيها ما تلزقش. بس انا طبعا انا مش هقلبها، احنا عملناها وكلناها على طول من حلاوتها، جميله جدا. وهنا طبعا اهو حطيت الكراميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، حاجة ولا اسهل ولا يعني اقتصادية جدا وحلوة. تعمليها لو حد جايلك، لو انت يعني قاعدة بالليل وعايزة تاكلي حاجة مسكرة. هنا طبعا المية كده يا دوبك على قد سليق البطاطا زي ما انتوا شايفين. طبعا ما بحبش اغير طعم البطاطا، ممكن تضيفي عليها اي حاجة انت عايزاها، مكسرات يعني، سوداني، زبيب، اي حاجة انت عايزة تحطيها، جوز الهند لو عايزة. انا ما بحبش اجود في البطاطا، بحب طعم البطاطا. كل اللي انا حطيته عليها علشان بس تبقى يعني سمكها عايزاها تبقى كده شوية خفيفة، حطيت لبن. هنقول حطيت بتاع كوباية لبن على كيلو البطاطا، مقدار كوباية لبن. طبعا لميت القشطة، كنت لسه غالية اللبن وحطيته عليها، عشان انا برضو ما بحطش سمنة ولا اي حاجة. انا هدهنها كده كويس، يعني قصدي ههرسها كده كويس يعني زي ما انتوا شايفين. وانا طبعا حضرت الصينية ومولعة الفرن على درجة حرارة 200، طبعا على كل واحد حسب الفرن بتاعه. خلاص، وهي الصينية يعني جاهزة. طبعا الكرم السكر اللي انا عملته نشف. ماشي، هحط البطاطا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولا اسهل من كده. البطاطا ما خدتش مثلا، والله ما خدت ساعة يعني بتسويتها، وطلعت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. لازم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.